السلام عليكم ورحمة الله، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده لكل حد بيشتكي من استهلاكه الكتير في البامبرز وغلاء الاسعار بطريقة رهيبة جدا. ان شاء الله هناخد طريقة النهاردة اننا نوفر في البامبرز شوية وما نستهلكش كل الاستهلاك ده وندفع الارقام الباهظة اللي بنستخدمها دي. كمان البامبرز معروف انه بيضايق الاطفال اساسا وبيحبوا انهم يتنفسوا شوية كده بعيد عن البامبرز. فالفكرة النهاردة بسيطة جدا وسهلة ان شاء الله تستفادوا منها. عندي بقى اي نوع بامبرز بتستعملوه عادي خالص، بس هيكون اكبر نمرة او نمرتين علشان يريح الطفل عندي. يعني مثلا عندي انا بلبس البامبرز بتاعي مقاس 2، هجيب مقاس 4 مثلا علشان هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. لو بيلبس مثلا 3 هجيب 5 او 4 هجيب 5. وهجيب عندي البامبرزايه كده وبفتحها. طبعا احنا عارفين ان البامبرز عندي هنا بيكون طبقتين، وبيكون جوه هنا بيكون فيه قطن وبيكون فيه حشوه كده. هجيب عندي مقص وهتشيل كل قلب البامبرزايه ديت، هشيل اللي في قلبها كله تمام كده علشان انا مش عايزاه يشرب معايا ميه. بعد كده هجيب عندي الطفل بتاعي او البيبي بتاعي وهلبسه بنطلونات عاديه خالص، خصوصا اننا في الصيف والطفل زي ما قلنا بيحب انه يريح شويه او انه يتنفس شويه، فهلبسه بنطلون. وطبعا كلنا هنقول البنطلون لو احنا لبسناه بنطلون من غير بامبرز بنتبهدل طبعا، وكل شويه عايزين ان الطفل بيعمل علينا احنا، فعايزين احنا نغير. فبالتالي الطريقه ديت هتكون لكده. انا هلبسه بنطلون عادي خالص مفيش مشاكل تمام كده. بعد كده هجيب البامبرزايه عندي هنا وانا طلعت اللي في قلبها تمام كده، والبامبرز اتفقنا انه هيكون اكبر شويه، وهلبسه له فوق البنطلون بحيث انه يكون زي مشمع كده عازل ما بيننا وبين الطفل، بحيث اني لو شلته او حملته في اي وقت وهو عمل فبالتالي هينزل على البامبرز ومش هينزل علي انا. وبعد كده كمان هينزل في البنطلون عادي، فالبنطلون بيتغسل وكل حاجة. والبامبرز كمان بتاعي بقدر اني اعلقه كده وانشفه ما فيهوش اي مشكلة، لاني بشيل القطن اللي جوه ده فبالتالي مش بيمتص ميه، فهيكون سهل جدا اني انشفه. ممكن استخدم بامبرزين 3 اغير فيهم بقى تمام كده. كل ما البسه بنطلون هلبسه عليه واحد زي مشمع كده، هيكون زي مشمع عازل بيني وبين الطفل، بحيث انه مش كل شوية هجيب بامبرز وكل شوية هستخدمه. طيب احنا هنلبسه بقى فوق البنطلون تمام، وهنلزق باللزقة ديت عادي خالص اكن هو لابس كده مشمع عادي فوق البنطلون، مفيش اي مشاكل ومش هيضايقه خالص. وفي نفس الوقت الطفل هيكون مرتاح، واحنا كمان هنوفر في استهلاكنا شوية بالنسبة للبامبرز بتاعنا وبالنسبة للثمن الغالي اللي بقى والاسعار اللي بقينا نشوفها الايام دي. هتقولوا لي طيب احنا اللزقه ديت مش ليها عمر طويل؟ ماشي، عمرها افتراضي فعلا. اللزقه ديت انا ممكن استبدلها عادي جدا بلزق تاني والزقها برضو فوق البنطلون عادي مفيش اي مشكله. دي كانت فكرتي لكم النهارده، بحيث اننا نوفر شويه في البامبرز وكمان اننا نريح الطفل. يا رب يكون الفكرة عجبتكم وتستفادوا منها. شكرا لكم، بحبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.